حلوين عاملين ايه النهارده؟ الموقف بتاعنا بتاع النهارده على الطبيعه، على الطبيعه كده. ايه بحكي لكم والله على الطبيعه، لان هتقولوا لي الموقف ده من يعني احنا ايه المغزى منه؟ ان ممكن الحاجه تكون قدامنا وما احناش شايفينها، ان ممكن تكون الحاجه ديت حلوه ومن يعني المفروض ان احنا نعملها، بس لا، تايهه عننا او رافضينها. بس لا، لازم نفكر كويس في الحاجه اللي احنا عايزين نعملها واللي احنا عايزين ناخدها، لان ممكن تكون والله تكون هي الصح بس احنا شايفينها غلط، وممكن تكون الغلط وان احنا شايفينها الصح. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، ديت ازازه انا حاطه فيها ايه شاور. ماشي، انا جايبه شاور اللي هو السايب ده، دي ازازه ميه، جايبه الشاور اللي هو السايب. هتقولوا لونه غريب كده ليه يا ام محمد؟ انا بقى رحت الراجل قعدت اشم الروايح اللي عنده ما عجبتنيش، قلت له حط لي من كتل الروايح اللي عندك. انت متخيل انا جايبه حاجه كبيره بس انا بفضي في ديت عشان تبقى صغيره يعني، فاهمين؟ خليته بقى كان عنده 4 أشكال حطّهم، عملوا اللون ده، بس والله عامل ريحة مختلفة جدًا، ريحة يعني حلوة بجد، كل الألوان على بعض وعاملة لون غريب، اللي يشوف لونها يستغرب. المهم ابني دخل ياخد shower، طلع ما لقيتش غطا الإزازة، يا ابني فين غطا الإزازة؟ يقول لي ما أعرفش، يا ابني يا حبيبي فين، مين اللي فتحها مين اللي فتحها ومش لاقية الغطا كده هتتكب ومش هينفع أحط فيها تاني. يقول لي كله يقول لي ما أعرف، سألتهم كلهم يقولوا لي ما أعرفش. ماشي، المهم هي كده بقى لها 4 أيام مستنية إن دول يتكبوا، مش راضية أحط فيها تاني، مستنية إن هم هيتكبوا بقى. وبالصدفة كده بعد 4 أيام أو 5 أيام ببص لقيتها هنا، تتخيلوا؟ أدي الغطا، غطا الإزازة فين شفتوا اللي حاططها هنا، يعني مكان ما يخطرش على بال حد. طب ما هو يقولوا لي بقى ان هم حطوها هنا؟ لا، انا متاكده ان ابني الصغير اللي عمل كده، بس نسى بقى او مركزش ما اعرفش. بس شايفين ادي الازازه اهي، وادي الغطا فوقها، بس ما جاش على بال حد خالص ان في نفس المكان. وطبعا ده الحمام وبتدخلي بدل مره كذا مره برضه ما حدش شافه. بس شفتوا؟ لازم نشوف كويس ونركز كويس في الحاجه اللي قدامنا وفي الحاجه اللي احنا عايزينها. تنسوش تدعمونا واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وجديد من ابداعاتنا وابتكاراتنا وحكاتنا ومواقفنا الغريبة.